كيفاش ديري دجاج محمر خير من تاع المحلات، يجي مشف مخوط طري وطايب بزبده. ومرحبا بكم، انا ساره بالقاسم، واليوم راح نديرو دجاج محمر بجميع الاسرار تاعو بواحد لاصوص. كملوا لا غسات الاخر باش تعرفوا كيفاش درناها. هنايا نجيبوا ان بول نعمروه بالماء ونديرو فيه الدجاجه تاعنا، وكل ما كانت صغيره اكثر كل ما طابت خير. نديرو لها شويه تاع خل، شويه تاع ملح وعصره تاع قارص، ونخلوها مده 6 سوايع على الاقل في هذا الماء حتى تحسوها بدات تطرى. ومن بعد نشدوها نشفوها ونوجدوا التتبيله تاعنا. في بول نديرو 2 مغارف تاع زبده، 2 مغارف تاع زيت، التوابل اللي حنخليهم لكم لتحت، ونكثروا الثوم. هنايا ديروا حتى 6 فصوص يكونوا مقطعين هكا خشين، نزيدوا ورقه تاع رند، مغرف كبيره تاع فلفل عكري، الملح ما تنساوش، ولا مطاط نديروها اختياريه. نزيدوا ثاني طماطيش تاع البايض 2 مغارف كبار، ونزيدوا هنايا شويه تاع خل، ونخلطوها كامل كيف كيف. والتتبيله هذه راح تعطي لكم واحد الطراوه وواحد البنه للدجاجه تاعكم رايحين تشكروني عليها. ومن بعد نشدوا هذاك البصل تاعنا نديروا له شويه من هذيك التتبيله، ونزيدوا ثاني بطاطا انا هنا قشرتها وقطعتها مربعات، نحوطها كامل على الدجاجه تاعي، نربط الرجلين تاعها، نغطيها بابي كويسون ونزيدها بابي الومنيوم، وندخلها طيب مده 2 سوايع على 180 درجه. ونروحوا نوجدوا لاصوص البنينه تاعنا. نديروا هنايا كاس تاع حليب مع نص كاس تاع نشا، 4 كاس تاع ماء، ونبقاو نخلطوا فيها فوق النار حتى تعقد تماما. ومن بعد نحطوها في طبسي ونخلوها تبرد واحد الساعه هكاك. بعد ما تبرد نروحوا نجيبوا ان بول ونجيبوا البغا ميكسور تاعنا، نحطوا هذيك النشا اللي طيبناه من قبل، نفقسوا عليه حبه تاع بيض، ونديروا له الصوص تاع الثوم قد ما تحبوا، وديروا له الملح وشويه تاع خل. وهنايا درت حوالي 3 مغارف تاع زيت، ونبدا نطلع فيها. هنايا اذا حسيتوها ثقيله تقدروا تخفوها بالماء ولا بالحليب، والقوام تاعها حيكون هكا. نرجعوا الدجاجه اللي تكون طابت، نعاودوا نسقوها بهذيك لاصوص اللي تطلق